مد ايده عليا وقال لي: بتشتغلي من ورايا؟ في ست محترمة تعمل اللي انتي عملتيه ده؟ انت عرفت منين اني بشتغل؟ رجعت بدري يا هانم عشان الاجتماع اتلغى. في حاجات بنعملها واحنا فاكرين اننا بنسيطر واننا اقوى من الدنيا. كنت فاكرة ان الدنيا هتمشي زي ما انا عايزة، لحد ما حصل اللي عمري ما كنت اتخيله. دلوقتي الشمس لما بتغرب بحس ان الضلمة جوايا بتكبر، وكل يوم بصحى على وجع، واتمنى لو الزمن يرجع، بس خلاص فات الاوان. انا اسماء، عندي 34 سنة. تعال احكي لكم قصتي. انا اتولدت في اسرة فقيرة، وكمان الاب كان بخيل، والام مغلوبة على امرها، وكنا ولد وبنت. اتعلمت تعليم متوسط، وكان بيجيلي عرسان كتير من حتتنا، بس ابويا كان بيرفضهم لانه مستني العريس الغني. وفي يوم جالي عريس صالونات عن طريق واحدة صاحبتي، والعريس يبقى قريب جوز صاحبتي، وهو ده اللي بابا وافق عليه على طول، وقال له: انا شغال في الخليج والحمد لله ظروفي مستقرة، عندي سكن وشغل ثابت وكل حاجة متوفرة. أنا موافق عليك من غير تفكير حتى، لأنك راجل محترم وواقف على رجلك ونعم العريس. بنتي أسماء دي تستاهل كل خير. قولي بقى، ناوي على إيه بعد الجواز؟ تحب تاخدها معاك ولا تتكل على الله أنت وتسافر وتسيبها لنا هنا في مصر؟ لو حصل نصيب ان شاء الله انا هاخدها معايا. أيوة كده أحسن إنك تاخدها معاك. خدها بشنطة هدومها، لأن ظروفي دلوقتي ما تسمحش إن أجيب لها عفش وفرش. اتجوزوا انتم وسافروا على خير، وأنا هنا هشتري لها كل حاجة على مهلي، عشان لما ترجعوا إن شاء الله هتلاقوني جبتلكم كل حاجة. قولي بقى، ناوي على إيه بالنسبة للمهر والشبكة؟ وفعلا ليلة فرحنا سافرنا الخليج، والمشكلة إن طباعنا كانت مختلفة جدا من البداية، وده ما قدرتش أكتشفه فترة الخطوبة، لأنها كانت قصيرة، وكمان التواصل كان عن طريق التليفون بس. واختلاف الطباع والتعليم كمان خلانا مختلفين دايما في أي حوار، ومفيش تفاهم. عادي يا اسماء، انا ما عنديش مشكلة انك تكوني مختلفة عني في الطباع، بس مشكلتي انك لازم تسمعي كلامي وتنفذيه، لاني بعتبرك مش بس مراتي، بعتبرك بنتي اللي بربيها على ايدي. ولما اقولك على حاجة اعمليها مادام فيها مصلحتك ومصلحة جوزك. يعني دلوقتي كم مرة اقولك مش بحب بصل كتير وبهارات في الاكل، لانها بتغير من طعمه، وانتي برضو مش بتسمعي الكلام. يا بنت الحلال، طول ما انتي بتريحي جوزك يبقى بتريحي نفسك. ما هو أنا مش كمبيوتر هتدوس على زرار هنفذ الأوامر. مع الوقت هتغير، اصبر عليا حبة. وبعدين أنا مش بعرف أطبخ، أنا بتفرج على الطبيخ على النت بيعملوه ازاي وبعمل. وتمر الشهور ويحصل حمل، بس للأسف ما يكملش. زعلت لأني زهقت قوي من الوحدة، بس فرحت قوي لما عرفت إني عندي في البيت جارة مصرية، وكنت دايما أطلع لها عشان أضيع الوقت معاها. لكن هو كان دايما مأيد حريتي، ومحسسني إن أبويا مش جوزي، وكان دايما يقولي: انا عارف انك في غربة ومحتاجة تتكلمي مع اي حد يونسك اثناء غيابي في الشغل، بس ما ينفعش تكوني عندها طول اليوم، ما ينفعش تبقي متطفلة على بيوت الناس. اطلعي لها بس ما تطوليش عندها. ماشي مش هطول. حاجة تانية، أنا بقى اللي عندي طلب. أنا زهقت قوي من قعدة البيت، أنت ليه مش بتخرجني؟ اشمعنى جارتي على طول بتخرج؟ دي جارتي جوزها على طول بيخرجها، وكمان بيسمح لها إنها تخرج مع صحباتها المصريات اللي معاها هنا في البلد يوم كل أسبوع. أنا كمان عايزة أروح معاهم. كل راجل وله طبعه، ويمشي على طبع جوزك يا اسماء. انا مش موافق على فكرة نزول مجموعة ستات كده مع بعض من غير ما يكون في راجل.
أنا هبقى أخرجك على قد ما أقدر، يعني حسب ظروف شغلي، ما انت عارفة، يعني بحكم المنصب بطول في الشغل. وفي مرة قلتله: أنا زهقت قوي من الغربة والحبسة بين 4 حيطان، أنا عايزة أنزل مصر. ما ينفعش دلوقتي خالص النزول في مصر، انت حامل واحنا عايزين الحمل يثبت المرة دي. وإيه اللي هيحصل يعني؟ أنا بقولك زهقت، وبعدين حالتي النفسية مهمة عشان الجنين، وأنا مش حابة العيشة هنا. انا مش عايز كلام كتير، مفيش نزول يعني مفيش نزول. انا مش متجوز عيلة، امال انت وافقتي عليا ليه من الاول؟ ما انت عارفة اني هبقى على طول مسافر وانت معايا. طب أنا عايزة أشتغل مع جارتي. جارتي بتعمل حلويات وبتبيعها للجيران اللي حوالينا، وكمان بتعمل مشغولات يدوية. أنا هعمل معاها وهوصل. لا طبعا مش موافق. هو انا منقصك حاجة؟ انا قلتلك من قبل الجواز مش بحب شغل الست. الست مكانها البيت، وخصوصا كمان ان تعليمك مش عالي عشان يسمحلك بشغلانة محترمة. وبعد ما ولدت ابني معاذ وكبر شوية، كنت أخده معايا وأطلع لجارتي. وفي يوم قلت لها: أنا عايزة أشتغل معاك يا أمنية، زهقت من القعدة، وكمان عايزة أعمل لي قرشين عشان ما تبقاش غربتي على الفاضي. غربتك عمرها ما كانت على الفاضي، لأنها مع جوزك وابنك، ودورك مهم معاهم. وبعدين انتي مش قلتيلي قبل كده إن جوزك رفض إنك تشتغلي؟ يبقى هتشتغلي إزاي؟ مش لازم يعرف، هو بيطول قوي في الشغل. أنا هشتغل معاكي، وقبل ما يرجع هرجع بيتي، ولا من شاف ولا من دري. بس كده غلط يا أسماء، خلي بالك، دي فيها خراب بيوت، حافظي على بيتك. لا لا، ما فيهاش حاجة، مش هيعرف، ما تقلقيش، نبدأ مع بعض من بكرة، تمام؟ وللأسف الشغل ده خلاني مقصرة مع ابني وشغل البيت كمان. ومصطفى بقى عصبي معايا قوي، وقال لي: انا نفسي اعرف بتعملي ايه طول اليوم؟ ابنك مش مهتمية بيه ولا بنظافته. ارجع من بره الاقيكي لسه بتخلصي في الاكل، وساعات كمان مش عاملة اكل خالص. وانا طول اليوم بره، نفسي ارجع الاقي البيت نضيف واكل اكلة حلوة. أعمل إيه يعني؟ ما هو ابنك أخد كل وقتي. مد إيده عليا وقال لي: بتشتغلي من ورايا؟ في ست محترمة تعمل اللي انتي عملتيه ده؟ أنت عرفت منين إني بشتغل؟ رجعت بدري يا هانم عشان الاجتماع اتلغى، ودخلت البيت ما لقيتكيش. قلت اكيد عند الجارة وما عملتش اكل. نزلت عشان اجيب غدا جاهز، شفتك وراقبتك وفهمت كل حاجة. انت عارفة، انا حاسس اني بقيت مش طايقك، ولولا ابني انا كنت طلقتك. بس صدقيني مش هقدر اغفرلك غلطة كمان، فخلي بالك. وتمر الأيام، وعصبية مصطفى معايا بتزيد أكتر وأكتر، وعشان كده أنا اللي طلبت الطلاق، وأخدت ابني ورجعت مصر، ورفعت عليه قضية عشان آخد نفقة كبيرة. ما هو ضيع لي سنين من عمري في الغربة، يبقى لازم يدفع. ولما نزل مصر لقيته بيقولي: انا مش هستنى ورقة ولا حكم عشان اصرف على ابني، وهجيب له اللي هو عايزه حتى من قبل ما يطلب. ولو فاكرة انك هتستخدمي الولد وسيلة للضغط او الطمع، تبقي غلطانة. النفقة هتوصل له، وطبعا هتتصرف على ابني بس، وحقي كأب مش هتنازل عنه. وفعلا بقى يبعت كل شهر النفقة اللي طلبتها، وكمان كان بيجيب معاه أو بيبعت مع حد نزل مصر هدوم كتيرة وكوتشيهات لابنه. وأنا بقى كنت أخد الحاجات دي وأبيعها للمحلات عشان أستفاد من فلوسها، وكنت أسيب طقم أو طقمين لابني. أما فلوس النفقة كنت بشيلها كل شهر في البنك، مش بصرف منهم. وابني عايش معانا، بياكل من أكلنا، نفس حلة الأكل اللي بنعملها، مش محتاج يعني مصاريف لوحده، ده لسه صغير. وبعد سنتين اللي كنت خايفة منه حصل، عرفت إن مصطفى اتجوز. اتضايقت جدا.
مش عشان بحبه وغيران عليه، لأ، بس عشان كده هو هيخلف وهيجيب شريك لابني لكل العز ده. وهو بيكلم ابنه أخدت التليفون منه وقلت له: اوعى تفتكر اني زعلانة انك اتجوزت، اتجوز براحتك، بس ابني ما تأثرش معاه، وإلا هرفع عليك قضية، وافتكر ان كل حاجة في الآخر هتبقى لابني معاذ. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده ابني، ازاي انساه؟ ووقتها اتكلمت مع ماما وقلت لها: ماما، عايزاكي تساعديني في موضوع مهم لازم يتعمل، كنت بفكر فيه من زمان، ودلوقتي جه الوقت إني لازم أعمله. خير يا بنتي؟ عايزة أعمل لطليقي سحر تفريق وعدم خلفة كمان، وده الأهم، ما ينفعش يخلف ويجيب وريث جديد يشارك ابني في ورثه من أبوه. انتي عارفة على بال ما ابني يكبر هيكون ورثه من أبوه بقى قد إيه؟ لازم يورث لوحده. عندك حق. بصي، في واحدة جارتي بقابلها في السوق، تعرف راجل مبروك وشاطر قوي وكمان حنين في فلوسه. وبعد ما عملت السحر بقيت دايما براقب ابني وهو بيكلم أبوه وأشوف إيه الأخبار، طلقها ولا لسه. وبعد 7 شهور لما أبوه نزل أجازة وابني راح يقضي معاه أسبوع في بيت الجدة كالعادة، ابني سمع أبوه بيكلم جدته وبيقول لها: لتاني مرة بفشل في حياتي يا امي، مش قادر اعمل بيت مستقر. اول مرة ربنا عالم انا استحملتها قد ايه، كان عشان ابني، وفي الاخر كمان هي اللي طلبت الطلاق، مش هعيش معاها غصب عنها يعني. اما الجوازة التانية فانتهت برضه بالطلاق، رغم انها ما كانتش فيها غلطة، كانت انسانة بجد جميلة وطيبة، بس انا اللي كنت عصبي معاها قوي. هل اللي شفته في جوازتي الاولى اثر عليا في معاملتي ليها؟ بجد الانسانة دي ما كانتش تستاهل كل ده. واكتر حاجة كانت غريبة فعلا اني كنت ببقى فرحان معاها قوي، وفجأة اشعر بنفور من ناحيتها من غير اي سبب. والاغرب اني طلبت منها اني مش عايز اخلف، رغم اني بحب الاطفال قوي، وعشان كده طلبت الطلاق. انا حاسس اني ندمان قوي يا امي، بس الاوان فات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن يا ابني اتحسدت، ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي. وبعدين انت قلتلي في أول جوازك إنك كنت بتشوف أحلام غريبة وبتشوف دخان في البيت، يبقى أكيد اتحسدت. أنا هرقيك، ربنا يفك كربك يا ابني ويصلح حالك. وبكده عرفت إن المراد حصل وإنه طلق مراته. ووقتها قلت لماما: أنا عايزاك يا ماما تيجي معايا عند الراجل المبروك ده تاني. ليه؟ هو مصطفى اتجوز تاني ولا ايه؟ لا، هو يقدر. أنا عايزة أجدد السحر عشان ما يفكرش يرجع لطليقته ولا حتى يتجوز واحدة تانية. أنا عايزة أكمل اللي بدأته، وإلا اللي عملته قبل كده هيروح على الفاضي. لا طبعا، خسارة الفلوس اللي اتصرفت، نروح ونكمل، وبكده نبقى ضمنا إن كل حاجة لابنك. وتمر السنين، وفعلا طليقي ما يتجوزش، وكل سنة تمر وهو بالوضع ده بحس إني قربت من هدفي الأساسي. بس القدر كان له حكمه وكلمته. عرفت إنه رجع لطليقته من 2 كمان وأنا معرفش، ومخلف توأم. بقيت هتجن، وقلت لازم أروح للراجل النصاب اللي بيعمل السحر وأعرف إزاي حصل كده. بس حصل اللي كسرني للأبد وخلاني أعيش في ندم بقية عمري كله. انتي أم التلميذ معاذ مصطفى سامي؟ أيوة، في حاجة؟ أتوبيس المدرسة اللي ركبه ابنك النهاردة عمل حادثة على الطريق الصحراوي. حادثة؟ طب هو كويس؟ هو فين؟ وديتوه أنهي مستشفى؟ احنا حاولنا نعمل اللي نقدر عليه، لكن الإصابات كانت شديدة جدا، البقاء لله. لا لا، مش ممكن، أكيد ما ماتش، ده لسه شايفاه الصبح واديته مصروفه وزعقت له عشان ما لبست الجاكيت.
اتأكدوا هو مات ولا لأ. أهو أنا اللي ينطبق عليها مثل: يا وارث من يورثك. كنت فاكرة إن السحر قوة، لكنه في الحقيقة لعنة. وابني اللي دفع التمن، ابني اللي رميت حياتي كلها تحت رجله، بس أنا اللي زرعت الأذى وحصدت وجع. يا رب سامحني واغفر لي جهلي.